إلا سمحتي لي، انت قلتي عندي انا حق التعبير اكثر منك. ما عمرنا سمعنا الراي المعارض في قطر السيد الوزير. لم تنقب الجزيره ولو مره واحده في تاريخ الاشخاص الذين تورطوا في الانقلاب المضاد اللي عرفته قطر في السنوات الاولى تغيير الحاكم السيد الوزير. ما عمرنا سمعنا شاهد على العصر السيد الوزير في احداث قطر. لم يناقش الاتجاه المعاكس السيد الوزير دور الشيخ خاموزه في تدبير الشأن القطري. ما كان عرفوش السيد الوزير كيفاش ومن اسمح لي ومن يستفيد من ثروة قطر ومن لا يستفيد. كاينه خلافة حدودية السيد الوزير عند قطر. لم نشاهد رسوم بيانية في برامج خاصة ونشارات كتسطر لنا مناطق الخلافات الحدودية لجزيرة قطر مع جيرانها. كيعرف شيء المشاهد العربي والمغربي يا سيد الوزير متى سترحل القوات الامريكيه المتواجده في قطر، ولكن كنعرفوا ان الجنود ديالها يفوقون عدد سكان قطر الاصليين والمكفولين. لم يسبق لنشرات الجريده الجزيره القطريه سيد الوزير ان نفت او اكدت زياره امير البلاد لاسرائيل. السلام عليكم. هاد الخرجات اللي ولينا كنشوفوها بحال الاخبار ديال الظاهره في المغرب على قبل فلسطين، واللي كلشي شاف خروجها عن النص، خصوصا ديال البارح من بعد ما كانوا الهتافات على قبل فلسطين ولاو كيحاولوا يضربوا الاقتصاد ديال المغرب. والمنشور اللي قدامنا عنده دلالات كثيره غنتكلموا فيها في هذا الفيديو. خليوكم معنا حتى الاخر لانه موضوع مهم وفيه بزاف ديال الخبايا. دعمونا بواحد جيم والبارطاج، واللي مازال ما اشترك يشترك معنا. الغريب في الامر هو الاحتجاج قدام الموانئ. وعلاش؟ كنا في مظاهره لصالح فلسطين، وخا هذا الموضوع فيه وعليه، حيت ولينا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين بانفسهم. كنا في التعبير حتى ولينا في استهداف المصالح ديال الوطن، والوطن كيسبق اي حاجه بعيده ولا قريبه. كان العادي في تاريخ الاحتجاج كيكون امام البرلمان ولا في الساحات العموميه، وماشي من المألوف في تاريخنا ان المظاهره كتكون قدام الموانئ والمرافق الاستراتيجيه والمهمه للبلاد. والمغرب سنين هو خدام باش المملكه توقف على رجليها، وماشي من السهل انك دير ميناء المتوسط اللي هو اليوم ثالث ميناء عالميا، وماشي من السهل انك تصنع سياره توصل لمليون سياره في السنه، وماشي من السهل تجلب اول شركه الشحن في العالم تخرج من اسبانيا وتجي لميناء طنجة المتوسط، وماشي من السهل دير ثوره في البلاد في البنيه التحتيه والنقل بكل انواعه، وماشي من السهل تولي المملكه المغربيه على حرش السياحه في افريقيا. وزيد حيت الا جينا ندويو على شويه ديال المشاريع اللي بفضل الله وسيدنا الله ينصرو خصنا حلقات، ولكن المرتبه اللي وصلنا ليها حاليا خلات عديان الداخل والخارج يخرجوا النياب ديالهم ضد المغرب وضد جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وبحال الوقفه اللي شناها في باريس على المغرب ومصر السعوديه والامارات، هاد الدول العربيه بالخصوص اللي خدامه على راسها. وكيف قال 21,000 شائعه في 3 شهور. الهدف منها ايه؟ الهدف منها بلبله، الهدف منها عدم استقرار، الهدف منها تضييع، الهدف منها احباط. الخطر الحقيقي هو تفجير الدول من الداخل. الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط، كل الأمور ديت بتشتغل بمنظومة رهيبة جدا. الهدف منها حاجة واحدة بس، هو تحريك الناس لتدمير بلدهم. هاد الشيء كينطبق على المغرب. النهار وما طال حنا كنسمعوا اخبار هنا واخبار لهيه، كل نهار شائع على المغرب، على الملك ديالو، على المغربيه. ولا بغيتي تضرب شي مجتمع خاصك تضرب الرموز ديالو. وحنا ما تكافينا حتى مع النظام الجزائري والذباب ديالو والابواق ديالو. كتزيدنا قطر، الجزيره والعربي وجرائد مغربيه، بلا ما نتكلموا على الشائعات اللي كانوا قبل بحال بيغازوس وزيد. المهم من هاد الخرجات هو ان قطر بالاعلام ديالها كانت هي الاداه باش دارت الربيع العربي في الانظمه العربيه، وبسبب غزه كتاكل العصا، لان هذا الخراب كله كتسميه انتصار لجماعه سماح. وحنا كنا كنعرفوا بان هي الحاضنه ديالها قبل ما يعطيو كبش فداء هنيه لايران.
واليوم خارج علينا حزب في المغرب باغي يدير لنا التجمع ديالو على حساب المغاربه دافعي الضرائب، ويجيب لنا ناس ديال سماح بلا حيا بلا حشمه، ولكن الداخليه عجباتني فيه. ان شي هيئه طالبت السيد وزير الداخليه ان يمنع المؤتمر. فهمتينا؟ هذه هيئه حقوقيه ما تقولش بان المؤتمر لا يحتاج الى ترخيص. والمهم لا حنا دابا غير قالت له وزير الداخليه يعني لا ما تسمح لهمش يديروا المؤتمر لانهم غادي يستدعيو حماس. ما عرفتش انا قله الحياء في هذه البلاد فين وصلت. مازال يطلب منه يوقفنا لسبب اخر يمكن زعما تشوف شنو لكن لحضور حماس، يعني حماس التي بنضالها واستشهاد قياديها واعضائها. شوفوا الاخوان الوقاحه اللي وصلنا لها، قله الحياء عند الدوله وتكبر بسماح اللي خرجت على غزه، اللي خلات الدوله العبريه تحيدها من فوق الارض. شكون عطاها الضوء الخضر؟ ماشي القيادات ديالها وعطاوها الانطلاقه ديال نهار 7 اكتوبر؟ ياك اليوم كنشوفوا الغزاويين كيطلبوا برحيل سماح، ولا مازال ما شفتوا والو؟ باغيين حتى المغرب تدخلوها لهاد الدوامه هادي. ويكفي اننا نشوفوا هاد المناظر باش نفهموا شنو واقع. وحنا كيبان لينا رجال الامن واقفين دايرين خدمتهم وهما تيقلبوا على الصداع باش يقول لك المخزن تعدى علينا، ولكن المخزن ديالنا كيدرس وكيعرف الخدمه ديالو وكيعرف اش كيتسناه. الحرب الاعلاميه اللي دارت على المغرب خلات القمجيه يخرجوا يديروا خدمتهم لانهم مخلصين عليها. دفعات هاد الشركه باش ترفع دعوه على الناس اللي خرجوا هاد الاشاعه، ومن بعد كذباتها الشركه وحنا عارفين شكون مولاها. نكون يدكم ضاربه تجاه كذا 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 بس نبي دعم مالي. في صحفيين كانوا على البيرول مالنا. شلون؟ كنا ندفع لهم. بعضهم صاروا نواب الان وبعضهم صاروا وطنيين. اعرفهم انا في دول كثيره كانوا ندفع لهم. يعني نشرحهم كل سنه. وفي ناس لهم مرتبات كان في ذاك كل الدول العربيه كانت تعمله. شو انت فكرك مش الكل ولكن الاغلبيه. فشيل موضوع الصحافه الله يخليك على جانب. الاشاعه خرجت من قناه الجزيره باش تهرس لنا الاقتصاد، ولكن هاد الناس نساو بان العمر ديال المغرب فوق 12 قرن، ونساو بان غير العلويين عندهم 4 ديال القرون، وحنا كشعب كنعرفوا الالاعيب ديالها، فما بالك بالدوله المغربيه والاجهزه الامنيه ديالها. وما نساوش واحد القضيه مهمه اللي كديرها هاد القناه ملي كدير الخط الوهمي، وهما كيجيو للمناطق الجنوبيه وعارفين بانهم تابعين للدوله المغربيه. وهنا كيبان الخبث ديالهم. حاجه اخرى مهمه، وهي في الوقت اللي مازال هي كترفع شعارات دعم القضيه الفلسطينيه ورفض التطبيع، وهي اول دوله مطبعه مع اسرائيل، كتخرج وثائق خطيره كشفات على تحويلات ماليه كبيره. هي ان الحكومه القطريه وقعت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2012 و2018 بمبالغ وصلت حتى ل 65 مليون دولار. وهذه الوثائق نشرتها وسائل الاعلام الامريكيه بحال موقع ذا بلاست. هادشي كيبين حاجه وحده، وهو الوجه الحقيقي ديال السياسه القطريه المبنيه على التناقض بين الخطاب العلني والممارسات السريه. والاعلام الاسرائيلي خدا هذه الوثائق بحفاوه كبيره. وما نساوش الكلام اللي قالوا الاعلامي الكبير عبد الصمد الناصر اللي استقل من قناه الجزيره. كل مثقف مغربي كل في مجال تخصصه يجب ان يتصدى الان وليس غدا. الان هناك حمله شرسه على المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الدبلوماسي. هناك حملة شرسة على المغرب وحرب حقيقية على الصعيد حتى الاقتصادي. الآن واجب علينا، هذا فرض عين أعتبره على كل من يحمل قلم، كل في مجاله وتخصصه، أن يقدم ما يستحقه الوطن، أن يظهر وفاءه وإخلاصه لهذا الوطن الحبيب الغالي علينا جميعا، سواء كنا مقيمين في المغرب أو خارج المغرب. يجب على كل مواطن مغربي أن يكون له بصمة، أن يترك أيضا أثره
وأن يقوم بواجبه تجاه وطنه وشعبه. لماذا هذا العداء أو الحسد كما نسميه؟ أنا لا لو أدخل في نفسيات الآخرين. طبعا هناك أسباب تاريخية، هناك أسباب سياسية، هناك عدة أسباب، هناك أطراف أخرى متداخلة. ليس هناك طرف واحد يمكن أن نصفه بالخصم أو العدو. هناك طبعا خصوم الوحدة الترابية معروفين، لكن هناك آخرون يلعبون وراء الستار ويتخذون هؤلاء كماريونات يحركونهم لأسباب خاصة بهم، خاصة الآن مع دخول المغرب بشكل قوي الآن في الساحة الإفريقية، ومع الاستثمارات المغربية في إفريقيا، مع كذلك التوجه العام لدى الرأي العام المغربي نحو اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وبالتالي كل شيء متوقع من هؤلاء. ونحن بإذن الله ماضون، نحن أمة عريقة، نحن أمة قوية، نحن أمة لها أثرها في التاريخ وليست أمة حديثة. نحن شعب عريق نعي أين نتجه وما هي بوصلتنا، وبالتالي لا يخشى على المغرب حبيب ولا على الشعب المغربي الأصيل. إن شاء الله بإذن الله النصر لنا. نرجعوا لصحاب فلسطين ظالمة أو مظلومة، حنا كاملين كيبقاو فينا الناس ديال غزة، ويشهد علينا الله أننا كنتقطعوا ملي كنشوفوا الواقع اللي فيه هما. ولكن شنو المطلوب؟ نخربوا البلاد باش يبقاو هما على خاطرهم؟ وحنا منذ النشأة ديال المملكة المغربية والتكالب عليها من كل جهات، البرتغال، معركة الملوك الثلاث، معركة واد اللبان مع العثمانيين، الأطماع ديال الغرب، شكون كان السبب في معركة إيسلي اللي بها دخل الاستعمار؟ العرب. شكون كان السبب في البوليزاريو؟ العرب. شكون يبغى يقسم بلادي؟ العرب. شكون يبغى يضرب الاقتصاد والسياحة في بلادي؟ العرب. ولكن العيب على العملاء، هما اللي الجوايات اللي همهم هو الفلوس، وهذا الجهد كامل اللي دار سيدنا الله ينصرو بغاو يضربوه ليه في الزيرو. كنا في نصرة فلسطين، شويه دزنا للتطبيع، شويه ولينا بغينا اسقاط ديال شي حاجه مكتار من التطبيع، وبالعلالي وبالحشمه كيتزايد مع الدوله. مصاد خيط هاد الناس هادو، وهاد الدول المعاديه ملي سمعوا بان القضيه الصحراء المغربيه سالات حمات فيهم البيضه، ما بغاوش المغرب يكون هاني. الخرجه ديال البارح بالدار البيضاء وطنجه كتسمى هجوم على المصالح ديال المملكه المغربيه، وكتعتبر تهديد للامن القومي ديال المملكه المغربيه. وشفنا المسيرات خرجات من السلميه ديالها وتعطاتهم الامر باش يدخلوا في العنف مع رجال الامن اللي هما خوتنا وحامين لينا البلاد، وشفناهم مضروبين. هنا كيبان لك بانهم باغيين صداع مع الدوله. هذا الشيء كيتسمى خيانه الدوله اللي انت عايش فيها. فين كنتي في زلزال الحوز؟ ما شفناكمش درتوا قوافل جمعتوا فيها الفلوس ومشيتوا عند المتضررين؟ فين كنتم ملي النظام العسكري الجزائري المارق نهار وما طال وهما كيسبوا ملكنا ويضربوا في الاعراض ديالنا وديال مواتنا وخواتاتنا وبناتنا؟ فين كنتوا في بزاف ديال المشاكل مع هذا النظام؟ ما درتوش بيان واحد. 50 عام ديال المعاناه مع هذا النظام وانتم ناعسين. دابا بغيتوا توهمونا اننا خصنا نوقفوا مع فلسطين، وفلسطين باعوها ماليها وخداو فلوسها، وفلسطين عندها الله. واش حنا نريبوا بلادنا على قبل بلادات الناس؟ غير مالي خرجوا الشعب ديالها وداروا مظاهره قدام القنصليه ديال الجزائر في باماكو، وهاد الناس زاروا مظاهره على مصالح المملكه المغربيه. المغرب اولا وثانيا واخيرا كنموتوا على بلادنا، وكنبغيو ملكنا، كنبغيو خوتنا وولادنا وحبابنا وكاع الشعب المغربي، وما كنبغيوش اللي قيسنا بلادنا. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يعجبكم، ما تبخلوش عليا بالتعليق. اللي مازال ما اشترك يشترك معنا. دمتم في رعايه الله وحفظه. شعارنا الخالد: الله الوطن الملك ولا غالب الا الله.